بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. بوكس النظافه اللي انتم شايفينه وعنوان الفيديو اللي احنا قلنا اللي قدامكم دلوقتي هو ازاي بننظف الحوائط اللي في البيت، سواء كانت حوالين اكباس النور، لان دي اكتر مكان معرض لانه يحصل فيه شويه اتساخات حواليه، لاننا بنتعامل معاه دايما. مهما كانت ايدينا نظيفه بس بيبقى دايما في شويه حاجات خفيفه كده حواليه، او اي مكان تاني الولاد عندك مبهدلينه في الحوائط يعني. بس حبيت اوريكم حاجه واقول لكم على حاجه. احنا يعني انا بالنسبه لي نظافه الحوائط في كذا حاجه ممكن تنظفوا بيها بمناسبه خلطه الجنرال والخل. خلطة الجنرال والخل، في ناس سألتني بعد فيديو تلميع المطبخ الأسبوعي هل ممكن نستخدمها لتنظيف الموبيليا. لا، ما ينفعش نستخدمها لتنظيف الموبيليا. أنا بنظف بيها بس خشب المطبخ لأنه بيبقى عليه دهون، وهي خلطة بتساعد على إنها تزيل الدهون. وأنا قبل كده كنت قلت لكم أنا حتى في خشب المطبخ بعد ما بزيل الدهون بفوطة تانية وبالبليدج اللي هو ملمع الخشب، بلمع خشب المطبخ، مش بسيبه كمان بس بعد تلميع الجنرال والخل. لازم اديله تلميع بالبليدج. الموبيليا انا ما بستخدمش غير البليدج. ليه؟ حبيت اوريكم بشكل عملي. احنا كنا نظفنا مع بعض اوضه السفره، اوكي؟ انا كنت منظفاها بالظبط النهارده، يبقى بقالي اسبوع منظفاها. ده التنظيف، ما مديتش ايدي ولمعت اي حاجه في اوضه السفره. ده الرخام اهو، لاني قلت لكم ان انا بصوا ده صباعي. اظن لو كان فيه تراب كان هيبان، لاني هو لو فيه بصوا حاجات بسيطه قوي باينه في صابع ايدي. هنا نفس الكلام على الخشب، بصوا مفيش اي حاجه. ليه؟ لان البليدج فيه ميزه جميله قوي، زي ما قلت لكم انا بلمع بيه موبيليا، بلمع بيه مرايات، بلمع بيه رخام. في ميزه حلوه قوي في البليدج. البليدج فيه ماده شمعيه. اولا هو منظف متخصص للموضوع ده. في مادة شمعية، المادة الشمعية دي مش بتأذي أي سطح بتعمل ايه يعني، ده حتى رخام وده مراية، يعني المرايات والزجاج هيبان فيهم أكتر، لكن بيعمل نوع من الطرد للأتربة من عليه، ما بيخليش التراب يثبت عليه. بصوا انا بجد والله فعلا انا ما لمعتش اي حاجه من يوميها، ده بقاله اسبوع بالظبط. اي تلميع خفيف بعمله عشان ما اهدرش من البليدج، بجيب الفوطه المايكرو فايبر اللي انا بستخدمها وببخ عليها، برجه بس كويس الاول علشان كل حاجه تتجانس مع بعضها، وببخ عليها وممكن المع بيها الشقه كلها، التلميع اليومي بتاعي بالبختين 3 اللي عملتهم على الفوطه دي. ليه؟ لانه ما بيبقاش عندي اساسا فيه تراب خالص زي ما انتم شايفين كده. جميل، حلو، من غير اي تركيبات، من غير اي حاجه. ان شاء الله هيجيب معاكم نتيجه زي الفل، وهيحافظ على اي حاجه، وخاصه الموبيليا. وان شاء الله هعمل معاكم القيمات، لان انتوا زي ما انتم شايفين القيمات عندي متبهدله شويه، فان شاء الله هعمل فيديو عن تنظيف القيمات. ده كان بالنسبه لموضوع البليدج، اوكي؟ طيب الموضوع بتاعنا اللي هو بتاع تنظيف الحوائط. خلطة الجنرال والخل، الجنرال والخل هتنظف ان شاء الله الحوائط. ايه تاني ممكن ينضف لنا الحوائط؟ اي منتج داخل فيه الديتول. يعني لو هتستخدمي الديتول العادي، لو هتستخدمي الديتول مثلا منظف المطبخ ده، هتستخدمي الديتول منظف الحمام برضو هينظف، هتستخدمي الديتول 4 في 1 برضو هينظف. ولكن لازم بعد التنظيف، وزي ما هوريكم دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. الخلطة الجديدة بقى اللي لسه هجربها هي الكلوروكس الجل. الخلطه اللي قلت لكم عليها اللي هي عباره عن كلوروكس جل، لان هو عباره عن كلور مكثف مع منظف. عايزه اجربه، ومعاه حطيت معاه شويه ميه، وهنجربه في تنظيف الحوائط. فهجهز الفوط بتاعتي ونشتغل. لبست الجلافز عشان هننضف. انا هبدا انضف بخلطه الكلوروكس الجل ده، وعليه ميه. انا حطيت تقريبا كوبايه ميه، وحطيت
تقريبا ربع كوباية تقريبا او اقل شوية من ربع كوباية، يعني مش بعمل بالكوباية، بس انا الكمية اللي حطيتها بتعادل ربع كوباية من الكلوروكس الجل، وفوطة تنظيف مايكرو فايبر، وفوطة قطن بلتها، والنص التاني منها انا سايباه جاف عشان واحد هنضف بعد ما هنضف بالكلوروكس الجل مع المية دي منديه شويه ميه علشان انضف بيها اثار التنظيف، والنص التاني سايباه جاف عشان اجفف بيه المكان. انا عايزه اقول لكم ان انا نضفت قبل ما اجرب معاكم، لان قلت لكم هجربها. نضفت جزء حوالين كوبس النور في حيطه عندي لونها ابيض، لا تتخيلوا النظافه، هوريها لكم في الاخر. انا هنضف معاكم دلوقتي حوالين كوبس نور تاني. طبعا انتوا لو عندكم اطفال هتلاقوا عندكم اماكن متسخه شويه، فين فوق كنب انتريه مثلا هتلاقوا المكان ده متسخ، يعني الاماكن اللي هي ده حوالين مكان بناكل فيه مثلا، في اوضه سفره، في الكوبس النور الخاص باوضه السفره، حاجات زي كده هتلاقوها اكيد متسخه من ايد الولاد يعني غصب عنهم. فهنجرب مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل حوالين اسفه يا جماعه عشان بس ايدي كوبس النور ده. ادي خلطه الكلوروكس الجل مع الميه اللي قلت لكم عليها. انا بس عايزه هثبت التصوير علشان اقدر اتحكم، لانه بيجري بسرعه فلازم اتحكم فيه سريعا. وانا كان نفسي يبقى في مكان يبان فيه اكتر انه اتنضف يعني، بس انا هحاول على قد ما اقدر يا رب يبان يعني. بصوا يا جماعه، بس خدوا بالكم افرشوا حاجه، يعني لو في اساس محطوط تحت المكان هتنضفوه شيلوه خالص، وافرشوا على الارض اي حاجه قديمه عندكم، لان خدوا بالكم ان ده كلور. فهنبدا ننضف. انا دلوقتي هحط الفوطه زي ما انتم شايفين كده عشان تحجز اي حاجه تنزل، وهبدا اشتغل واخد بسرعه وانضف كده. لازم تلبسوا يا جماعه اي جلافز في ايديكم، ويا ريت تخلوا جلافز للتنظيف بعيد عن الجلافز اللي بتلبسوه للمواعين مثلا. اهو يا رب يكون واضح الفرق في التنظيف. وبعدين انا همشي بس كمان كده على النور نفسه. اوكي، وبعدين بالفوطه منديه شويه ميه عشان تشيل اثار التنظيف واثار الكلور. وخدوا بالكم لازم يكون الدهان اللي موجود على الحيطه بلاستيك علشان ما يأثرش. طيب افرضي انت عندك مثلا الولاد عاملين بقلم مثلا او حاجه جامده محتاجه شويه دعك، فالافضل هو بليفه، بس ما تدعكيش جامد قوي، هو هينضف معاكي ان شاء الله. مش قادره اقول لكم النظافه، انا حاسه انه يعني بقى نظيف فعلا، يعني يمكن يكون باين لكم الفرق، بس هو فعلا حقيقي هايل. غير انه كمان طبعا المنظف الموجود فيه فهو مطهر لانه هو كلور. متاح لكم تستخدموا ده اللي هو الكلوروكس الجل مع الميه، وكمان الخل والجنرال انا كنت بستخدمه اوريدي فعلا وكان بينظف. انا عاجبني قوي نظافه الكلوروكس الجل مع الميه، ويمكن تكون باينه لكم اكتر، وهوريكم في مكان تاني نظفوه لي ازاي. هنا يمكن واضح اكتر شويه اتساخات حوالين كوبس النور او مفتاح النور. بصوا انا حاطه على الفوطه الكلوروكس الجل مع الميه. اوكي، لو الموضوع جامد شويه يا جماعه استخدموا ليفه ما تكونش خشنه قوي، وبلاش السلك في تنظيف الحوائط. وهنضف خفيف بس حوالين مفتاح النور. اوكي، وبعدين بالفوطه اللي فيها جزء في شويه ميه خفيفه هشيل اثار التنظيف. انا بس عشان في هنا حاجات معكساني مش قادره اوصل. وبعدين الجزء الناشف هبدا اجفف بقى اثار التنظيف كلها. بصوا انا بس
في هنا جزء محتاج يتنضف، هنضفه واوريكم بعد ما اتنضف. شايفينه اللي هو في مفتاح النور نفسه، هنضفه واوريهولكم. اهو مفتاح النور بعد ما كله بقى نضيف، حتى دي نضفتها كمان، خلاص بقت زي الفل. يا رب تكون طريقتي في التنظيف عجبتكم. جربوا وشوفوا وقولولي، وابعتولي في التعليقات وعرفوني النتيجة ايه يا جماعة. هشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي. سلام عليكم ورحمة الله.